اوجعني اوجعني اوجعني. نعم معي وهو طبعا لا يمكنه أن يتوقف هنا كثيرا نظرا لأنه معي توفيق مخلوفي مباشرة من منطقة المقابلات. توفيق، السباق كان سريع جدا جدا جدا، هل كنت تتوقعه أن يكون سريع بهذا الشكل؟ طبيعة الحال لما تكون في مسابقة أو بطولة ممكن تتوقع أرقام قياسية، لما تكون في بطولة لازم تكون واجد لكل شيء. والحمد لله السباق هذا كان جد قوي، كان في المستوى، يعني أخذها البرازيلي وأخذ السباق البرازيلي، وإحنا يعني تسيرنا مع السباق، ما تبعناش من الأول. لا اللي خذها في الأول اللفة الأولى فالبرازيلي. الفرنسي كان عليه أن يسرع السباق حتى يضمن مكانا، وأنت كان لزاما عليك أن تسيره، لكن هل هذا لن يؤثر عليك؟ ربما هل لم تتعب كثيرا اليوم؟ ما دامك راك هنا في الألعاب الأولمبية لازم تكون واجد لأي شيء، وإن شاء الله ربي يوفقنا ونديروا حاجة. توفيق، فقط سؤال أخير بالنسبة للنهائي، كيف ترى؟ هل يمكن أن يكون أسرع من هذا؟ ممكن يكون سريع، ممكن يكون بطيء، ولكن بنسبة 80% يكون سريع. أنت مستعد للسريع أم للبطيء؟ صراحة ماذا تفضل؟ أنت لو تشوف رقم كمثل هذا اليوم في ميزك يعني الجواب من عندك، الاثنين ان شاء الله واجدين ان شاء الله، بربي الباقي على ربي سبحانه. ان شاء الله. نشكرك. شكرا.